اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق في البيت بطريقه سهله. زي ما انتم شايفين بنص كيلو دي فقط لا غير قدرنا نعمل الكميه دي من الرقاق. يلا بينا نعمل مع بعض الوصفه بتاعتنا. اول خطوه هنضيف المكونات بتاعتنا وهي الملح والدقيق والميه. هنبتدي نعجن العجينه بتاعتنا باستخدام ايدينا، لو عندنا ميكسر برضه نقدر نستخدمه، وهنبتدي نعجنها على سطح المطبخ. طبعا انا مش محتاج اضيف دقيق زياده على حسب ملمس العجينه زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين ما بتلزقش في المكان اللي انا بعجن فيه العجينه بتاعتي، وهفضل اعجن العجينه بتاعتي لمده 5 دقايق متواصله لغايه ما الاقي ان العجينه بتاعتي بقت ناعمه وملمسها طري. بعد كده هبتدي اقطعها على شكل كور، وكل كوره في حدود 50 جرام للكوره الواحده، واسيبها لمده ساعه ترتاح. وكل ما سبتها ترتاح كل ما هيكون احسن ليا، هتسهل معايا في عمليه الفرد كتير. طبعا باستخدام النشابه هقدر اعمل قطرها في حدود 20 سنتي زي صينيه البسبوسه بالظبط او زي صينيه البيتزا. وطبعا ممكن نشكلها بعد ما نسيبها ترتاح او قبل ما نسيبها ترتاح على شكل كور زي ما انتوا حابين. وده شكلها بعد ما ارتاحت بعد مدة ساعة كاملة. ودلوقتي هنبتدي طبعا نشكلها عن طريق استخدام النشابة بالشكل والطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان زي ما قلنا عاوزين نوصلها ان هي تبقى زي صينية البيتزا او زي صينية البسبوسة بالظبط. دلوقتي هبتدي اسويها. انا هسويها عندي على الجهاز بتاع الكريب بتاعي زي ما انتوا شايفين، انما انت طبعا تقدر تسويها في الطاسه او في الفرن. بس اهم حاجه وانا بولع الفرن لازم اخلي بالي عشان ما تتحرقش مني. زي ما انتوا شايفين الفقاقيع بتاعت الهواء ابتدت تظهر، معنى كده ان هي بتستوي. هنقدر نقلبها الناحيه التانيه. زي ما انتوا شايفين بنص كيلو دي فقط لا غير قدرنا نعمل الكميه دي من الرقاق. وبكده تكون وصفتنا انتهت. ما تنسوش الشير واللايك، واستنونا في وصفات تانية. مع السلامة.